لو فاكر ان لعبة الحبار مجرد مسلسل خيال تبقى غلطان. خليني اقولك ان في عالم مخيف ورا اللعبة دي، وايه علاقتها بمبنى رعاية الاخوة بكوريا الجنوبية، وازاي تحول المبنى ده من مركز رعاية اجتماعية لمركز تعذيب سوداوي مش ممكن عينك تصدقه، وليه بقت من افظع الكوابيس في تاريخ كوريا. ولكن قبل ما ابدا حابب انوه ان احداث التعذيب اللي هيتم سردها هتؤلمك نفسيا، فلو عندك فوبيا ما تكملش المشاهده. The Brothers House ملجأ للاطفال الايتام والمشردين في كوريا، بس اللي حصل جوه كان عكس كده تماما. المكان ده كان مليان اسرار سوداويه وظلم ما يتوصفش. الاطفال كانوا بيتعرضوا لتعذيب واستغلال مش طبيعي، وكل ده تحت ستار الرعاية الاجتماعية. القصة دي مش مجرد مأساة، دي كابوس حقيقي فضل مكتوم سنين، لحد ما العالم بدأ يعرف الحقيقة المخفية اللي كانت مستخبية ورا جدران الجحيم ده. واحدة من الصور المنتشرة عن مدرسة المشردين دي بتشبه أحداث من مسلسل لعبة الحبار، واللي بتثبت فعلا ان في كواليس مرعبة ورا اسوار الملجأ ده. خلال الفيديو هسرد لك احداث المكان ده وانواع التعذيب اللي استخدموها، وايه علاقته بمسلسل سكواد جيم، وهل الحكومة الكورية كانت عارفة بالمجزرة دي ولا لا، وازاي قدر يهرب شخص من العذاب ده. وما تقلقش الاحداث كلها هيحكيها لنا هان، الشخص اللي قدر يهرب من المكان ده، يعني كلها احداث واقعية. في السبعينات والثمانينات كان في مكان في كوريا الجنوبية اسمه بيت الإخوة، واللي كان عبارة عن معسكر اعتقال مقنع في صورة مركز رعاية اجتماعية. المكان ده كان زي كابوس حقيقي، آلاف الناس اتألموا فيه غصب عنهم، زي المشردين والمحتجين السياسيين وحتى الأطفال الصغار. الناس دي كانت بتتعرض هناك لظروف صعبة جدا، زي العمل القسري والضرب والإهانة وغيرهم كتير. كانوا بيختفوا من غير أي أثر، كأنهم ما كانوش موجودين من الأساس. اللي حصل في بيت الإخوة بيعتبر واحد من أكتر الفصول سوادا في تاريخ كوريا الجنوبية، واللي بقى رمز لقسوة الدكتاتورية اللي كانت مسيطرة وقتها. لو فكرت شوية هتلاقي إن مسلسل لعبة الحبار أو سكواد جيم بتشبه الكارثة دي في حاجات كتير، زي ما الناس في بيت الإخوة كانوا بيتعرضوا للاستغلال ومجبورين على تحمل الأوضاع المرعبة دي علشان يقدروا يعيشوا. نفس الشيء حصل في لعبة الحبار، بس هناك كانوا بيلعبوا ألعاب مميتة علشان الفلوس وعلشان البقاء. القصتين دول بيكشفوا حقيقة مرعبة جدا، إن لما البقاء على قيد الحياة يكون هو الخيار الوحيد قدامك، الناس بتوصل لمرحلة مرعبة وبتضطر تعمل حاجات مستحيلة علشان تعيش. الإنسانية في المواقف دي بتتساقط واحدة واحدة، وكأنك بتتفرج على الناس وهي بتخسر كل حاجة في حياتها. بيت الإخوة كان بيعامل الناس كأنهم مجرد أدوات، حياتهم ملهاش أي قيمة. كانوا بيستغلوهم بيعذبوهم وكتير منهم ماتوا، وده بيورينا لحد فين كوريا الجنوبية عملت إيه علشان تحافظ على قوتها وسيطرتها. أما في لعبة الحبار الفكرة كانت أقرب للخيال، إن الناس بيتلعب بعقلهم وبيتورطوا في ألعاب مميتة، وكل ده علشان فلوس هم محتاجينها. لكن الفرق إن اللي حصل في بيت الإخوة ما كانش لعبة خيال، ده كان كابوس حقيقي. ناس كانت بتعيش وتتعذب كل يوم. القصص دي بتفكرنا إن حقوق الإنسان حاجة هشة جدا، وإن لما السلطة تبقى في إيد ناس ما بتراعيش ربنا النتائج بتبقى مرعبة، والناس بتتحول لمجرد قطع شطرنج في لعبة هم عمرهم ما اختاروها. تخيل أطفال بعمر صغير بتنضرب بعصاية البيسبول لمجرد إنهم بيسألوا إحنا هنا ليه، وبيتعرضوا لاعتداءات شنيعة. ومش بس كده، المبنى ده ما اكتفاش بالأطفال، ده في هناك مسنين رجال ونساء بيتم ضربهم بدون سبب، وبيتم الاعتداء عليهم بكل أنواع الطرق اللي ممكن يتخيلها عقلك واللي مستحيل يتخيلها عقلك. ومنهم اللي مات من كتر التعذيب القهري، ده حتى اللي نجا منهم مرضيش يحكي قصته داخل المذبحة دي بسبب العار اللي حاسس بيه جوه قلبه. بس السؤال اللي انت ممكن تسأله دلوقتي، ازاي الحكومة الكورية ساكتة عن المجزرة دي، وازاي الحقيقة فضلت مدفونة من سنين لحد دلوقتي محدش يعرف عنها حاجة؟ الإجابة هتصدمك حرفيا لأنك مش هتصدقها، فكمل الفيديو للنهاية وانت هتكتشف ده بنفسك. بس قبل ما نخوض في القصة الحقيقية تعالوا نعرف نبذة سريعة عن سكواد جيم.
ده مسلسل كوري من إنتاج نتفليكس. بدايته شخص لابس بدلة مع كروت في إيديه بيقرب من ناس مديونة بيقدم لهم عرض حلو، وهو إنك تدخل في لعبة مع 456 شخص، ولو فزت هتبقى غني جدا لأنك هتفوز ب31.4 مليون دولار، ولو خسرت هتموت. ولكن تفتكر لو أنت مكانهم هتعمل إيه؟ هما كده كده ميتين لأنهم غرقانين في الديون، وخصوصا ان اللعبة سهلة لانها عبارة عن العاب اطفال ومفيش تراجع، يعني لو دخلت اللعبة مستحيل تعرف تخرج منها. كل واحد بيتعرف على التاني وكل واحد بيخون زميله لمجرد انه ينجو، لانك لو ما متش هو هيموت. ده حرفيا كان واقع. في الموسم الاول اللعبة دي معمولة لغرض قبيح، وهو ان الطبقة الغنية تتفرج وتتسلى بموت الفقراء، وسون غي هون كان الناجي الوحيد في المسلسل ده، وفاز فعلا ب31.4 مليون دولار، ولكنه كان مصدوم. مين اللي عمل كده؟ واحد بيفوز والمئات بيموتوا، بس ازاي وليه اصلا ده بيحصل؟ في الموسم الثاني سون غي هون بيحاول ينتقم من الطبقة دي، فقرر يدخل اللعبة تاني. الراجل اللي كان معاه الكروت بيعرض عروض كتير على أشخاص تانية محتاجين الفلوس، وكل مرة بيبقى ماسك في إيديه قطعة خبز والإيد التانية شيك بمليار دولار. وفجأة بدأ الراجل ده يرمي خبز كتير على الأرض، والمشردين والمديونين بيجروا عليه. واحد منهم بيحاول ياخد قطعة خبز، ولكن الراجل داس عليه برجله قبل ما ياخدها وياكلها، وقال له أنا اديتك فرصة وأنت خدت القرار. وبدأ يدوس على كل الخبز برجليه ويزعق بصوت عالي، وبعدها ربط جرافطته ومشي. وفي القصة الحقيقية برضو بتبدأ بقطعة خبز. في 1982 تشوي كان مجرد طفل بريء عمره 14 سنة، وهو راجع من المدرسة ضابط شرطة وقفه وفتش شنطته وطلع منها قطعة خبز، واتهمه بسرقة قطعة الخبز دي. بيقول له انت سرقتها من السوبر ماركت، والطفل قال له انا ما سرقتش خبز، وفضل يردد السؤال والطفل يردد اجابته انا ما سرقتش فعلا حاجة. وبعدها بدأ الشرطي يعامله بعنف لدرجة انه شال هدومه من على جسمه وبدأ يحرقه بولعة، لحد ما اجبر الطفل انه يعترف بجريمة سرقة هو ما ارتكبهاش اساسا. بعدها اخده على مبنى رعاية الاخوة. في نفس السنة تشونغ طفل عمره 12 سنة، أذكى طفل في المدرسة، حصل على المركز الأول في الامتحانات المدرسية. كان بيعتني بوالدته المريضة، كان دايما بيساعدها في شغل البيت. وفي يوم من الأيام تشونغ راح مع زميله للمدينة المجاورة، كان بيحب ألعاب الأركيد، والشرطة جت بتسأله أنت بتعمل إيه هنا؟ حكى لهم إنه كان بيلعب أركيد، وبعدها الشرطة قالوا له يلا عشان نرجعك لبيتك. وبعدها بيختفي تشونغ خالص. في 1983 لي كانت الطفلة عندها 7 سنين، خرجت هي وأخوها. الشرطة أخدوهم لمركز الشرطة، وبعدها جت شاحنة أخدتهم واختفوا بعدها للمكان اللي شبه المعسكرات. وده كان أشبه بالمشهد الافتتاحي لمسلسل لعبة الحبار، اللي أول ما فتحوا الجزء العلوي منه ظهروا كأنه معلق جوه الغابة. تخيل إن كل ضابط شرطة بيتصرف له مكافأة لو ضم عضو جديد لمبنى رعاية الإخوة. وعشان كده الشرطة كانت جريئة إنها تخطف الأطفال كل يوم وتشحنهم للجحيم ده. عرفت ليه القصة دي شبه مسلسل سكواد جيم؟ لأنها لعبة اللي بيكسب فيها بيبقى غني واللي بيخسر بيموت، لأن الرأسمالية في كوريا الجنوبية كانت هي المتحكمة في الناس في الوقت ده، ولقوا نفسهم جوه سجن محصن بطريقة ترعب. ولما دخلوا للزنزانة اللي كانت شبه سكواد جيم، أكيد الموضوع مش صدفة، ده حتى كل الأطفال لابسين نفس اللبس، واللي برضه زي شخصيات سكواد جيم. وبينهم الأطفال في مرحلة الرضاعة، وممنوع حد يتكلم مع حد، لأن لو واحد بس همس قائد الفصيلة بيضربه بعنف. فكان الأطفال بيناموا وعينيهم مفتوحة من الرعب. وتاني يوم الساعة 5 الفجر الكل بيصحى يكوي سريره ويغسل وشه في 3 ثواني، بعدها بيخرجوا لساحة التمارين. اتفاجئوا بعدد رهيب من الناس واللي شبه سكواد جيم. السجن ده كان في منطقة معزولة جوه الغابة، كانت عبارة عن قرية صغيرة فيها مصانع وكنيسة، وكانوا بيجبروهم ينتجوا، وأي شخص ما كانش بيحقق إنتاجه كانوا بيعذبوه. ولما كان طفل جديد بينضم الفصيلة ما كانش حد بيقول له تعمل ايه وما تعملش ايه، لانك ممنوع تهمس، لان لو واحد منهم حاول يتكلم هيموت من الضرب. وفي مرة من المرات طفل عنده 5 سنين ما يعرفش لسه قوانين الجحيم ده،
رجله خرجت من الصف، ضربوه بعصاية البيسبول لحد ما مات. انت متخيل بيعلموا اطفال نظام عسكري وهم ما يعرفوش اي حاجة عن الدنيا؟ كانوا بيلعبوا برضه العاب زي سكواد جيم. في مسلسل سكواد جيم الموسم الاول كل شخص كان لازم يشارك في 6 العاب على مدار 6 ايام، وكلها العاب للاطفال زي لعبة الضوء الاحمر والضوء الاخضر. بيبقى مطلوب منك تجري ناحية خط النهاية بمجرد ما تسمع صوت الدمية بتقول الضوء الاخضر، وبعدها بتلف وشها وبتقول الضوء الاحمر، ولازم تقف عن الحركة. يعني لو اختل توازنك او وقعت او اتكعبلت من الجري هتموت بالرصاص. وده بيأكد لنا فعلا انه شبه اللي حصل للطفل اللي مات لما رجله خرجت من توازي الصف. في الموسم الثاني كل المتسابقين بيتم تقسيمهم لمجموعات من 5 اشخاص، وبيتم ربط رجليهم ببعض ولازم يتحركوا بمسار معين. وده كان جزء صعب من السباق، وده لان كلهم مرتبطين ببعض. لو واحد منهم اختل توازنه الكل هيقع على الارض والوقت هيضيع ويموتوا بعد نهاية وقت الاختبار. وده نفس اللي كان بيحصل في مركز رعاية الاخوة. كل 50 شخص لازم يعملوا تمارينهم بشكل منظم ودقيق، ولو واحد منهم اخطأ بيتم ضربه لحد ما يموت. وكذلك في لعبة هيروشيما ولعبة كفة الكوب اللي عبارة عن انهم بيلفوا الشخص ببطانية ويفضلوا يضربوا فيه، فلو الشخص ما شدش اعصابه وحمى دماغه من الضرب هيخرج ميت. في العاب الاولمبياد الناس بتشوط كرة القدم، وهنا في بيت الاخوة العاب الاولمبياد من منظور تاني انهم يشوطوا راس البشر برجليهم. لعبة كالفاري واحدة من أسوأ الألعاب اللي ممكن تسمع عنها. 2 من نفس الفصيلة بيدخلوا في منافسة مع بعض، ولازم واحد منهم يخرج مكسور أو مصاب بارتجاج في المخ. في لعبة تانية كان اسمها الانحناء أو التوازن، ودي لعبة شبه الضوء الأحمر والأخضر في سكواد جيم. ودي عبارة عن إن الشخص لازم يوازن جسمه بحيث جبهته لازم تلمس الأرض من غير ما يرفع كعب رجله من الأرض أو يقع. والاختبار ده مدته ساعة، ولو عملت غلطة واحدة واحد من الحراس بيقف على ظهرك لحد ما تنفجر راسك. لعبة تانية زي اللي في سكواد جيم برضو اسمها شوجر هاني كوم، خلية عسل السكر، عبارة عن سكر مذاب بيتم تفاعله مع مكونات تانية زي البيكنج صودا علشان يتكون شكل يشبه الخلية. كل شخص بياخد علبة جواها شكل، ولازم تستخرج الشكل من غير ما ينكسر، لأن لو انكسر هتموت. لعبة تانية اسمها مركبة آلية، وعبارة عن ان الشخص يقعد على ركبته على الارض والحارس يفضل يضربه في عينه الشمال لحد ما تورم. واحيانا كانوا بينقعوا العصايه دي في ملح وبيضربوا بيها الشخص. اتشوي بيقول انهم في يوم ضربوه لحد ما كسروا له سنتين واستخدموا خيط وشالوا له كل اسنانه حرفيا. كل الاساليب دي تم كتابتها من هاند، وده احد الناجين. وكذلك لعبة شد الحبل اللي بتكون عبارة عن مجموعتين ضد بعض، واللي بيخسر فيها بيموت. فيا ترى ايه المكان ده وليه هم هنا؟ هل من اجل المتعة والترفيه ولا في غرض تاني؟ طبعا كل ده حصل قبل تصفيات الالعاب الاولمبية ب6 سنين. في 1988 كانت بداية الألعاب الأولمبية في سيول، وعشان كده الشرطة بدأت بعمليات تطهير الشوارع من المشردين. كانت من شروط الفوز باستضافة الألعاب الأولمبية إن المدينة توفر 400 ألف غرفة فندقية وتستوعب 15 ألف لاعب، وإن المدينة تخرج بشكل جذاب لأن ده هيزيد من فرص السياحة فيها. وده اللي كانت إذاعة التلفزيون في كوريا بتعرضه على التلفزيون، قد إيه مبنى رعاية الإخوة جميل جدا وبيعاملوا الأطفال المشردين وبيهتم بيهم، ولكن الحقيقة كانت جشع وجرائم جوه جدران الجحيم ده. وطبعا كل ما انضم عضو جديد للمبنى الحكومة بتدفع لهم فلوس، وعشان كده كانوا بيخطفوا الأطفال والشباب. بارك سون كانت طفلة عندها 10 سنين، كانت مستنية أخوها في محطة القطار. أخدها الشرطي وقال لها وديكي لأخوك، وكانت أحد ضحايا رعاية الإخوة. وانج جيونج عمره 10 سنين رايح يركب القطر وهو واقف في محطة بوسان، كان تايه فراح لمركز الشرطة علشان يطلب المساعدة، ولكن كانت نهايته داخل جدران الجحيم ده. يون سونغ طفل عمره 15 سنة، كان موظف في مطعم صيني. قرر يروح لشاطئ بوسان وهو راكب القطر. أخدوا الشرطي للمركز بتهمة سرقة فلوس ودخلوه مبنى رعاية الإخوة، وبمجرد ما نزل من عربية الترحيل ضربوه بعنف لما سألهم أنا هنا ليه. كمية تعذيب مش ممكن تتخيلها، لدرجة ان الضحايا مش قادرين ينسوا لانهم مش عارفين ينسوا ونفسيتهم صفر من كتر اللي شافوه هناك. المبنى ده كان عبارة عن أكاديمية بتخضع لأوامر صارمة حرفيا. اللي بيحصل جواه بيصحوا الساعة 5 الفجر ولازم يرتب سريره في 5 ثواني وإلا هيتضرب. بعدها طبعا تمرينات الإحماء. واحد من الأطفال دول ما قدرش يتحمل التدريب ده، ضربوه لحد ما أغمى عليه. بتيجي مرحلة الفطار، طبعا كانت عبارة عن كمية صغيرة جدا ما تكفيش حتى إشباع عصفورة.
كانت إدارة المكان ده بيجي لها دعم من الحكومة يكفي لعدد أعضاء المبنى. يعني لو كانت المعونات اللي جاية من الحكومة ل 3000 شخص كانوا بيطبخوا أكل يكفي 2000 شخص بس، يعني معدة فاضية. وكمان كانوا بيجبروهم على العمل القسري. الأطفال اللي سنهم 14 و15 سنة كان لهم نصيب مختلف من العذاب. كانوا بيشيلوا شكار وزنها 60 كيلو رايح جاي علشان يبنوا منشآت ضخمة. وطبعا مين اللي كان بيبني؟ الأطفال المساجين. المباني اللي كانت حوالين المكان ده كلها اتبنت بعرقهم ودمهم، حتى الجدار الضخم اللي كان بيفصلهم عن العالم الخارجي هم نفسهم اللي بنوه. وكان الأمر أشبه بهجوم العمالقة. القصص اللي خرجت من المكان ده كابوس بمعنى الكلمة. واحد من الناجين بيحكي انه كان شايل طوب علشان يبني الحيطة اللي تفصلهم عن الهروب، وكان في راجل كبير اشتغل معاه. الراجل ده تعب وقرر يقعد ياخد نفسه. الحارس ما استناش ثانية، شاله وضربه على دماغه بخشبة تقيل. الراجل وقع مات في نفس اللحظة. الناجي ده بيقول انها كانت اول مرة يشوف حد بيموت قدامه، وفضل ايام بعدها مش قادر ياكل ولا ينام من الرعب. وطبعا الموت في المكان ده كان فرصة جديدة للربح، زي ما شفنا في مسلسل لعبة الحبار. الحراس كانوا بياخدوا الجثث ويبيعوا أعضائها، وده نفس اللي كان بيحصل في المكان ده حتى لو حد مات. كانوا لسه بيكسبوا منه، والفلوس كانت دايما شغالة في جيوبهم، سواء من الشغل الإجباري أو حتى من جثث الضحايا. مكان زي ده ما كانش مجرد إصلاحية أو دار أيتام، ده كان معسكر تعذيب بيكسب فلوس من كل زاوية. واللي عاشوا فيه عدى عليهم أسوأ أيام ممكن حد يتخيلها في حياته. الأطفال دول بنوا المصانع بإيديهم، ولكن مسؤولي مبنى رعاية الإخوة بيعرضوا للناس الصورة المزيفة إنهم بيعلموا الناس الحرف، وهم فعلا بيحققوا الاكتفاء الذاتي وعملوا مبيعات ضخمة من المنتجات دي. 1986 كيم المدعي العام كان بيحب استكشاف عالم الغابات والكهوف. في يوم وهو في رحلته شاف مجموعة منهم بيعاملوا الناس بوحشية وبيجبروهم على الشغل، واستغرب ان كل واحد من العصابة ماسك عصاية بيسبول في ايديه، وشافهم مربوطين بسلاسل في رجليهم. فقرر يحقق في الموضوع ده، واكتشف ان خزنته فيها حوالي 20 مليون دولار. ولما كيم حقق مع رئيس المركز اللي اسمه بارك، وبكل بجاحة قال له محدش يقدر يحقق معايا. وده طبعا لان رئيس كوريا الجنوبية في الوقت ده هو اللي عينه رئيس المذبحة دي. وبعدها كبار المسؤولين اتصلوا بكيم وطلبوه كمان بتخفيف الحكم على بارك انجين، وتم اسقاط كل التهم من عليه، واتهموه بس بالاهمال واتحكم عليه بسنتين ونص. في 1987 العالم كله عرف بالجرايم دي، ولكن كوريا غيرت مكان مركز رعاية الاخوة وغيرت اسمه بس، واستمر المكان ده 12 سنة وعدد ضحاياه 3437. عاوز اقول لكم ان بعد ما بحثت كتير في الموضوع ده حسيت ان القصة كانت عبارة عن بوابة زمن تدخل منها طفل وتخرج منها عجوز، ده لو خرجت اصلا. ولما قارنتها مع سكواد جيم حسيت فعلا ان مؤلف مسلسل لعبة الحبار اللي اسمه هوان غدونغ هيو استلهم الفكرة دي من جحيم مبنى رعاية الاخوة. دي الحقيقة وده المسلسل. شفت قد ايه في تشابه بينهم، وعشان كده الموضوع ده كان مدفون لفترة كبيرة، ان الصورة بتعكس الحقيقة والزمن بيعيد نفسه، وده بيأكد لنا الصورة الحقيقية لكوريا الجنوبية. ولو فكرت شوية هتلاقي ان دايما القصة الحقيقية لو اتصاغت في شكل مسلسل او فيلم بتحقق شهرة وارباح ضخمة. وعشان كده المؤلفين بيستلهموا افكارهم من الواقع وبيخبوا حقيقة ده. في عدد من الناجين من الجحيم ده دخلوا المصحة بعد تعرضهم للتعذيب النفسي والقهري، ومنهم اللي اتأخر نموه ومنهم اللي اتعرض للشلل. في السبعينات كان رئيس كوريا في الوقت ده ديكتاتوري واللي اسمه تشون توان، ارتكب كتير من الجرائم والناس عملت ثورة ضد حكمه الديكتاتوري، ولكنهم قبضوا عليهم وعذبوهم. الضحايا وضحوا بالرسومات قد ايه تم تعذيبهم بشكل فظيع. انت متخيل السرية بتحتوي على 120 شخص، وده رقم كبير بالنسبة لمساحة صغيرة. هان ده واحد من الضحايا اللي اتخطف هو واخته للدار دي. الضحية هان بيحكي ان في يوم اخته جت علشان تزوره، وده كان ضد قواعد الدار. إدارة السجن جروها من شعرها قدام اخوها اللي كان عمره 9 سنين وفضلوا يضربوا فيها، وبعدها حبسوا الطفل هان في سرية الامراض العقلية. ومن كتر الضرب والتعذيب كان بياخد حبوب مضرة وكان بيجبر اخته تبلعها، ومن بعدها اخته اصيبت بالجنون والصرع. كان غشين وان شاب
عنده 23 سنة، تم اختطافه برضه لرعاية الإخوة، وفي يوم ضربوه لحد ما راسه اتخبطت في الأرض وأصيب بشلل دائم وأغمى عليه أسبوع كامل، وبعد ما فاق اتفاجئ إن أطرافه اليسرى اتشلت واحتجزوه في المصحة سنتين كاملين، وكانوا بيجبروه على تناول المنشطات العقلية. وعشان تعرف قد إيه العالم الخارجي مظلم هحكي لك على موقف أفظع ومرعب. الأطفال اللي اتولدوا بإعاقة ما كانوش بيستثنوهم من أي حاجة، فواحدة من الضحايا المعاقين حكت إنها في يوم شتاء تبولت على نفسها لأن المفروض حد يساعدها تدخل الحمام، وده طبعا مفيش منه عند الحيوانات دي، بالعكس سحبوها من شعرها وضربوها بالمساحات لمجرد إنها عملت كده. أنت متخيل كمية الوحشية؟ ده كان أسلوب حياة بالنسبة لهم كل يوم، وبيستمتعوا هما بيعذبوا الناس كده وبيقتلوا وبيتفننوا في أنواع العقاب. أحد أساليب التعذيب دي العقاب الجماعي، يعني لو واحد من المجموعة حاول يهرب أو كسر قوانين الدار المجموعة كلها بتتعاقب. والأغرب من كده إن في عقاب اسمه هيروشيما، وده عبارة عن إنك بتحط راسك على الأرض ورجلك اتجاه لفوق، ولو اختل توازنك وقعت بتتضرب لحد الموت. يون أحد الضحايا في يوم وقع أكله على الأرض من ضعف الأعصاب اللي عاشوا، ضربوه وعذبوه، وبيحكي كمان إنه شاف طفل مريض بالقلب كان ضمن المجموعة اللي بتتعذب بالعقاب الجماعي على الرغم إنهم عارفين إنه مريض بالقلب، وبيحكي إن الطفل ده مات قدام عينيه من كتر الضرب. وفي يوم واحد من الأطفال بيسأل احنا ليه هنا؟ فجأة قطوط بطانية ونزلوا عليه ضرب، ولما مات نقلوه على العربية ورموه في الصحراء. بارك مين سونج عضو مجلس مدينة بوسان حكى ان الاطفال اللي بيموتوا بيتم تشريحهم. بارك سون تم الاعتداء عليها جنسيا وعمرها 16 سنة. ما كانش الاعتداء ده مقتصر على البنات بس، ده كمان حصل مع تشوي الطفل اللي كان عنده 14 سنة. يون سونج كان عايش في الكابوس ده لفترة طويلة، اللي كان عايش على المهدئات لأن نفسيته خلاص ضاعت. اشتكوا كتير لكن محدش كان بيسمع لهم. أصلا هيشتكي لمين؟ الحكومة اللي اتبعت الفكرة دي أصلا. كل اللي بيحصل ده كان بأوامر من رئيس المنشأة القذرة دي اللي اسمه بارك إنجين، اللي بنعرف إنه كان ملاكم. ديكتاتور كوريا الشمالية كان متحوط بعيلة زوجته اللي اسمها ليم سيونج سون، والقسيس ليم يونغ سون جوز اخته اللي كان بيزعم انه راجل دين، وهو اللي كان ماسك رئيس الكنيسة في الدار. تعالوا بقى للجزء الاهم واللي هيحكيه واحد من الضحايا اللي خرجوا من الجحيم ده، وهو هان. في مدينة يوان اللي في كوريا الجنوبية في كنيسة، واحدة من اكبر الكنائس اللي ممكن تسمع عنها، بس الغريب بقى ان تقريبا محدش يعرف انها موجودة اصلا. الكنيسة دي مش في شارع معروف ولا في حتة عليها العين، دي في وسط غابة متغطية باشجار، وده علشان مفيش حد يقدر يوصل لها. محدش يقدر يدخل الكنيسة دي غير لو اتعزم شخصيا. مفيش يافطة على الباب، مفيش اعلانات، مفيش اي وسيلة تخليك تعرف مكانها الا لو حد جوه قرر يدخلك. وقبل ما تقول ان دي طقوس عبادة غريبة او طائفة دينية مجنونة، خليني اقولك لا، دي مش طائفة. الكنيسة دي تقدر تستوعب 3500 شخص، واحيانا بيوصل العدد ل 4000 شخص. بس ما تتخيلش انك هتلاقي مقاعد مريحة او كراسي فخمة، لا، هنا الوضع مختلف. ناس بتقعد على صفوف لا نهائية من دكك خشب ناشفة صلبة وكأنها مصممة مخصوص علشان تتعبك مش تريحك. كل واحد في الكنيسة مجبر يقعد على الدكك دي لساعات كل يوم حد. ولو كنت فاكر ان ده اسوأ حاجة، استنى لحد ما تسمع عن تفاصيل العذاب الحقيقي. فجأة وانت قاعد وسط الالاف، القس ليم بيطلع على المنصة وبنبرة هادية بيطلب من اعضاء البدلة الحمراء انهم يطلعوا قدام. ساعتها الكنيسة كلها بتسكت تماما، مفيش نفس بيتسمع. اللي بيطلعوا شكلهم غريب جدا، كأنهم أشباح عايمة في الهواء. كل واحد فيهم لابس كيس ترنجة أحمر كأنه هيتعدم ومكتوب عليه أنا خاطئ. الناس كلها بتبقى مرعوبة، الكنيسة كلها في حالة هلع، محدش بيتكلم، حتى صوت النفس بيحاولوا يخفوه. القس بيقرب منهم، بيبص لهم بنظرة كأنها مليانة تعاطف، بيحط إيده على راس كل واحد فيهم. بس اللي بيحصل بعد كده هو الكابوس بعينه. القس فجأة بيرجع يبص للناس تاني ولابس جوانتي ملاكمة، بيبدأ يضربهم واحد ورا التاني، مش ضرب خفيف ولا تمثيل. كل لكمة بتنزل ترعبك من كمية الغل اللي فيها. بس الغريب بقى مفيش حد بيتكلم. آلاف الناس قاعدين في الكنيسة بس محدش بيلتفت، محدش بيصرخ، محدش بيحاول يوقفه، كأنهم مش شايفين حاجة. ضربة بعد ضربة واحد ورا التاني بيتكوموا على الأرض، الدم بينزف من تحت الأكياس الحمراء والناس لسه ساكتة. وفي الآخر اللي بيموت بيكون محظوظ على حسب رأيهم، لأن اللي بيموت بيتم سحبه بره غالبا علشان جثته تتباع.
اما اللي بيعيش ومصيره انه يعيد التجربه الجحيميه دي الاسبوع اللي جاي. مش طائفة دينية ازاي؟ السر اللي محدش يعرفه، المكان ده مش كنيسة عادية، الحقيقة ان ده مكان اسمه بيت الإخوة، معسكر مدعوم من الحكومة، هدفه انه يطهر البشر قبل الاولمبياد اللي كانت هتتعمل في كوريا. بمعنى اصح ده مكان لتعذيب البشر باسم الدين. كل المعلومات دي موجودة في كتاب الطفل الناجي، وكتبه هان جانجان، والراجل ده شخصية محورية جدا في القصة دي. وحكى كمان عن اللي كانوا بيعملوه في الجثث وتعذيب الاكل بمية مالحة، وايه اللي كان بيحصل للناس اللي كانوا بيحاولوا يهربوا، وازاي الاغنياء كانوا بيدعموا المركز ده ماديا. نرجع لمسلسل لعبة الحبار. في الموسم الثاني الشخصية الرئيسية سون ريون بيكون لسه خارج من احداث الموسم الاول ومعاه عم 31.4 مليون دولار. بس السؤال اللي كان بيطارده، هل الفلوس دي كانت تستاهل اللي حصل؟ لانه علشان يكسب اضطر يقتل صاحبه اللي كان معاه من الطفولة واللي مات في الالعاب. ولما رجع البيت بعد كل ده اكتشف ان امه ماتت كمان. سون ريون عاش سنة كاملة مش قادر يلمس أي فلوس من اللي كسبها. كان كل مرة يشوف الفلوس دي يفكر في 456 شخص اللي ماتوا في اللعبة دي. ساعتها كان بيقول لنفسه يعني إيه؟ هما ماتوا علشان انا اكسب الفلوس دي؟ الموضوع اكيد مش منطقي، الفلوس كانت موجوده اصلا، ليه لازم يموتوا علشان اخدها؟ الفكره كلها كانت بتخنقه ومخليه مش عارف ينام. وبعد سنه من الفوز بيكتشف الحقيقه المرعبه، الالعاب دي اتعملت بس علشان تسلي الاغنياء، والاغنياء دول كانوا بيتفرجوا على معاناه الناس وكانها فيلم اكشن. ودي كانت الصدمه اللي شعللت نار الغضب جواه. وبدل ما سون ريون يحاول يلاقي طريقة ينسى بيها اللي حصل أو يتقبل الواقع، قرر ياخد حقه وينتقم من الأغنياء اللي بيعملوا الألعاب دي، حتى لو الانتقام ده هيخسره كل حاجة، فلوسه، حياته أو أي حاجة تاني. قرر إنه هيقف ضد النظام اللي عمل الألعاب دي مهما كان الثمن. نروح بقى لكوريا الجنوبية، للمكان اللي بيتجمع فيه نواب البرلمان، اللي هو مبنى الجمعية الوطنية. المبنى ده ضخم جدا ومبني من الحجر، وكل يوم الصبح بيجي النواب وموظفي الإدارة والباحثين علشان يشتغلوا. عادة بيكون في مظاهرات برا المبنى ده، بس المرة دي الوضع كان مختلف تماما. الناس اللي كانوا بيتظاهروا قدام الجمعية الوطنية المرة دي كانوا مجموعة صغيرة، حوالي 10 أشخاص، بس كان واضح عليهم الألم اللي جواهم. الناس دي يا ترى مين؟ هم الناجين من بيت الإخوة، وفضلوا يتظاهروا أكتر من 3 سنين. كانوا بيعيشوا هناك فعليا، بيناموا في خيام، بيعيشوا على أمل إن صوتهم يوصل. أوقات كانوا يمشوا شايلين لافتات وعينيهم مليانة دموع، وأوقات كانوا يصوموا الأيام طويلة لدرجة إن الناس كانت بتترجاهم ياكلوا علشان صحتهم ما تتدهورش. بس المشهد المرعب اللي حصل كان لما قرروا يحلقوا شعرهم بالكامل علشان يجذبوا الانتباه. كل واحد فيهم كان قاعد في هدوء، عينيه مليانة دموع، وواحد ورا التاني بيحلق شعره قدام الكل. الرسالة كانت واضحة وصريحة، احنا مش هنسكت، احنا موجودين لحد ما ناخد حقنا. الرسالة كانت واضحة وصريحة، احنا مش هنسكت، احنا موجودين لحد ما ناخد حقنا. وكان على راس المجموعة دي الكاتب هان جانجان اللي كتب الكتاب اللي بيحكي عن معاناتهم. الراجل ده كان بيقول بكل شجاعة قدام أعضاء البرلمان، أنا طفل نجا من الجحيم. البشر لما بيتحولوا لوحوش سهل جدا، بس إنك ترجع تبقى إنسان ده أصعب شيء في الدنيا. الراجل ده كان عاوز يقتل الناس، معترف بده بنفسه. كان فاكر ان الطريق الوحيد للهروب من بيت الإخوة هو انه يبقى قاتل متسلسل. كان بيقول بعد ما هربت حسيت اني عاوز اقتل كل اللي حواليا، حسيت ان ده الحل الوحيد علشان الناس تسمع حكايتي. بس بعدين قلت لنفسي طيب وبعدين؟ الناس اصلا بتكرهنا، كانوا شايفيننا مشردين أقل من البشر. حتى بعد ما خرجنا من بيت الإخوة ليه أديلهم سبب تاني يبصوا علينا بنظرة احتقار. ومن هنا قرر يعمل محاولة أخيرة، قال هروح لمجلس الشعب، هعترض واشوف ايه اللي ممكن يحصل. الموضوع مش سهل زي ما متخيل، الهروب من بيت الإخوة شبه مستحيل. قبل كده اتكلمت عن السور اللي طوله 9 متر، حتى لو كنت سبايدر مان وقدرت تتسلق الجدار، في عندك عقبة تانية فوق السور، حاطين قطع زجاج مكسور، اي حد بيحاول يهرب هيتقطع زي اللحمة. واحد حاول قبل كده اسمه لي، قدر يطلع فوق السور، لكن لما وصل للقمة كان جسمه كله مليان جروح، ايده ورجله كانوا متبهدلين والدم مغرقه، وقبل ما يلحق ينط مسكوه. بيحكي وبيقول كنت غرقان في دمي، مش قادر امشي، سحبوني على الارض، سبت ورايا اثار دم على الخرسانه، وبعدها خدوني على المكتب
وهناك الحراس كانوا مستنيين. اتلموا عليا كلهم، كل واحد ياخد حقه في الضرب. اتضربت حوالي 100 مرة، حسيت انهم بيكسروا كل عظمة بجسمي. بس لسه الحكاية ما خلصتش. بعد الضرب خدوه على الكنيسة علشان يتوب عن ذنوبه. لبسوه البدلة الحمراء ووقفوه قدام الكل. وهناك القس اللي بالمناسبة مش هو الزعيم الكبير لكنه واحد من كبار المسؤولين بدأ يضربه قدام الكل. كان درس عملي لكل اللي فكر يهرب، رسالة واضحة: أي حد يحاول يهرب ده اللي هيحصل له. تفتكروا القس ده كان قلبه ميت ولا كان بيعمل كده مجبر؟ الحقيقة إنهم عيلة واحدة كلها متشابكة، وكل واحد فيهم عنده دور معين في تعذيب اللي عايشين هناك. فاكرين الطفل اللي اسمه جونج اللي كان عنده 12 سنة؟ أبوه كان بيبيع مناديل حمام، والطفل اتحبس في بيت الإخوة لمدة 2 سنين. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلياه مستحمل هي إنه كان واثق إن أبوه هيجي ينقذه. بس المصيبة بعد سنين أبوه ظهر فعلا، لكن مش علشان ينقذه، لا، الأب كان واقف هناك لابس بدلة رياضية زرقاء زي باقي المسؤولين في بيت الإخوة. في لعبة الحبار تقريبا القصة دي فيها حاجات كتير شبهها، خصوصا في الموسم التالي. حتى في اللعبة الجديدة في أم وابنها الاتنين بيلاقوا نفسهم في الألعاب من غير ما يكونوا عارفين ان التاني داخل. هدفهم انهم يكسبوا الفلوس علشان يسددوا ديون الابن بسبب القمار. بس السؤال هنا، ازاي القصة دي هتنتهي؟ مش المفروض يكون في فائز واحد بس في اللعبة؟ طب هل الأم هتضحي بنفسها علشان ابنها، ولا في لحظة البقاء على قيد الحياة كل واحد هيبقى لوحده؟ البشر لما بيتحطوا تحت ضغط الموت هل هيبقى لسه في مشاعر أسرية، ولا في الآخر الغريزة هي اللي بتحكم؟ حتى الشخص اللي بيلبس البدلة السوداء في لعبة الحبار اللي كان بيدور على الناس الغرقانين في الديون علشان يجيبهم من اللعبة، كان في يوم من الأيام واحد من الحراس اللي لابسين الطقم الوردي وبيقول لواحد من الشخصيات الرئيسية: كنت بشتغل سنين طويلة في تنظيف وحرق جثث الناس اللي زيك، كنت بشوفهم كأنهم زبالة وناس مالهمش قيمة، وكنت بقول لنفسي إن بعمل خدمة للعالم، كنت بشتغل بجد. وفي سنة من السنين كان في راجل خسر في اللعبة، الحارس ده راح علشان يقتله، بس فجأة وشه كان مألوف جدا. تقدروا تخمنوا مين هو؟ الشخص ده يبقى أبوه، ومع ذلك قتل أبوه بدم بارد. ليه بقى؟ لأن دي قوانين اللعبة، يا قاتل يا مقتول. ويمكن كمان كان شايف إن أبوه زي الباقيين حقير وما يستاهلش الحياة. تفتكروا البشر لما يتحطوا في موقف زي ده هل الضمير بيتكلم، ولا في الآخر الغريزة هي اللي بتفوز؟ وهو واقف قدام أبوه اللي لابس البدلة الزرقاء، أبو جونج كان شكله أسوأ من جونج نفسه. الراجل فقد وزن بشكل مش طبيعي لدرجة إن البدلة كانت باينة كأنها متغطية علشان معاها سلك رفيعة جدا، حتى أصغر مقاس في البدلة بقى واسع عليه. جونج بيقول إن شكل أبوه كان مأساوي، مجرد جلد على عظم. الإحساس اللي جواه كان صعب جدا. هل تفرح إنك شفت الشخص اللي كنت تدعي ربنا تشوفه طول السنين اللي فاتت، ولا تحس بالحزن واليأس إن هو كمان مصيره بقى زي مصيره ومفيش أي حد يقدر ينقذ أي حد فيكم؟ جونج بيقول إن الإحساس كان أغرب بكتير بسبب إحساسه بالخجل، وبيحكي وبيقول: ما كنتش حتى قادر أبص في عينون أبويا، كنت حاسس إن شكلي دلوقتي ممكن يخليه يحس بالعار مني، كان شعوري يخليك مش فاهم حاجة. مر كام يوم على أول مرة جونج شاف أبوه، وكل مرة بيكونوا متجمعين في ساحة السجن. جونج كان بيحاول يخبي وشه علشان أبوه ما يشوفوش، لحد ما في يوم سمع صوت مألوف بالنسبة له بيقول له: جونج أنت بتاكل كويس؟ وده كان صوت أبوه. أبو جونج كان واقف وسط الزحمة وبيبص حواليه بخوف وقلق، وعيونه بتتحرك من هنا لهنا لحد ما مد إيده في جيبه وطلع حاجة وحطها بسرعة في إيد جونج. كانت عبارة عن قطعة كيك من الرز صغيرة جدا. في السجن أيام الأعياد كل سجين كان بياخد قطعة صغيرة من كيك القرص. أبو جونج كان محتفظ بالكيك ده مع الأيام، مستني اللحظة اللي هيشوف فيها ابنه. تخيل الراجل ضحى وأكل أقل علشان لما يقابل ابنه يديله حاجة صغيرة تشبعه ولو لدقايق. جونج بيقول إنه لما افتكر اللحظة دي بعدين انهار من البكاء، وبيحكي وبيقول إنه كان وقتها عنده 14 سنة، كان جعان جدا فأكل الكيك كله في نفس اللحظة اللي أخدها فيها. بس بعدها فضل يلوم نفسه وبيقول: حسيت إني كنت قلقان جدا، ما كنتش فاهم ساعتها الإحساس اللي أبويا حس بيه وهو بيشوفني في المكان ده، وهو اللي جوع نفسه علشاني. دلوقتي وأنا كبير فهمت أكتر التضحية اللي عملها. وبعد ما جونج اختفى أبوه قعد سنة كاملة بيدور عليه،
مفيش مكان في البلد ما راحش عليه، كل محطة قطار، كل منطقة، كل شبر ممكن يكون جونج فيه. كان مقتنع ان ابنه مستحيل يهرب زي ما البوليس بيحاول يقنعه. كان في حاجة غلط، والبوليس كانوا عارفين كل حاجة. هما اللي خطفوه اصلا وحطوه في بيت الاخوة، بس ولا كأنهم شافوا حاجة. كل ما ابو جونج يروح يسأل يقولوا له مش عارفين، يمكن هرب. والناس ولا كان فارق معاهم، الكل ساكت مش عاوز ينطق. ابو جونج بعد سنة كاملة من البحث فقد الامل، بدأ يحاول ينسى كل حاجة ويغرق احزانه بالمسكرات المحرمة. وفي يوم وهو شارب ومعبي حزن وغضب قرر يروح مركز الشرطة. ما كانش عايز يتخانق ولا يسبب مشاكل، كان بس عايز يعمل احتجاج لوحده. دخل المركز وقال لهم ساعدوني الاقي ابني. فين ابني؟ لكن الشرطة اول ما شافوه شموا ريحة الخمر عليه، تعاملوا معاه كأنه مجرد سكران، شخص ملوش قيمة. خدوه وبدل ما يساعدوه حطوه هو كمان في الحجز. تخيل الصدمة، راح لهم علشان يساعدوه يلاقي ابنه، لقوه فرصة علشان يذلوه اكتر. اما جونج فكان محبوس من هو عنده 12 سنة لحد ما قرب يكمل 15. كان عايش في كابوس كل يوم. يحكي ان في الوقت ده كان بيقاوم بكل قوته اي محاولة اعتداء عليه، رغم ان ده كان بيحصل للناس حواليه كل ليلة. كان كل لحظة في حياته عبارة عن جحيم ما ينتهيش، لدرجة ان كل نفس كان بياخده كان تقيل على قلبه. مفيش يوم بيعدي من غير ما يتضرب، ده كان حاله. بس مش الضرب العادي، ده كان نوع من الإهانة اللي تخليك تفضل فاكرها لباقي حياتك. ومن كتر الصدمات اللي شافها ما كانش قادر يستوعب اي حاجة الا فكرة واحدة: انا لازم اهرب من هنا، انا مش هفضل في الجحيم ده. وفي يوم من الايام كان واقف في ساحة المكان عينه على الارض بيحاول ما يخليش الشمس تلسعه، بس كانت حاجة مستحيلة. في الصيف الدنيا ولعة، وفي الشتاء البرد قاسي، وكل اللي كان مسموح بيه انهم يغسلوا وشوشهم بحبيبات ملح خشنة. يعني تخيل كده انك بتغسل وشك بحاجة تشرخ جلدك وبتخليه زي النار، ومع ذلك كل يوم بيجي عليك الحراس يضربوك في وشك. جلدك مش بس بيبقى متشقق وناشف، ده بيوجعك من مجرد الهواء اللي بيلمسك. وهو واقف هناك بيبص حواليه، فجأة لاحظ ان الحراس كلهم مشغولين وعينه وقعت على مبنى معين. ده مش أول مرة يبص عليه، كان دايما شايفه بس عمره ما فكر في اللي ممكن يعمله. المبنى ده كان عالي كفاية إنه لو طلع على سطحه ممكن ينط على السور اللي كان حوالي 30 قدم ارتفاع. السطح بتاع المبنى والسور كانوا تقريبا في نفس الارتفاع، والفراغ بينهم مش كبير. فكر لحظة وقرر وقال ده وقتي، لو ملحقتش دلوقتي مش هيجي تاني. وفعلا بدأ يجري بسرعة زي البرق ناحية المبنى. طلع على السطح بأسرع ما عنده، وقبل حتى ما يفكر نط بكل قوته. كان عارف ان مفيش قدامه غير خيارين: الموت او الأسوأ يفضل عايش ويتعذب اكتر. بس مفيش فرق بالنسبه له. نزل من الناحيه التانيه للسور، والارتفاع هناك كان اقل لانه مبني على تل. ومن غير ما يفكر بدأ يجري في الغابه بسرعه جنونيه. كانش عايز يبص وراه، ما كانش عايز يفكر في اي حاجه غير انه يهرب من الجحيم اللي كان فيه. الغابه ما كانتش سهله عليه، كان بيجري وكأن حياته معتمدة على كل خطوة بيجريها، لحد ما فجأة لقى نفسه قدام سور كبير معمول من أسلاك شيك. وقف مكانه لحظة، ما كانش فاهم إيه ده، هل ده حاجز تاني؟ هل دي نهاية الطريق؟ بس من غير حتى ما يفكر كتير بدأ يتسلق السور. الأسلاك الشائكة كانت بتقطع في جلده كأنها ماكينة فرم، إيديه ووشه وجسمه كله اتجرح. بس الغريب إنه ما كانش حاسس بأي ألم وقتها. كل اللي كان في دماغه لازم أهرب، لازم أخرج من الجحيم ده مهما كان التمن. بعد ما نزل الناحية التانية من السور حس لأول مرة إنه ممكن يكون حر. كان فاكر إنه خلاص وصل لنهاية الكابوس، لكن فجأة سمع صوت طلقة. كان عسكري لابس زي جيش ماسك سلاحه وموجهه ناحيته. في اللحظة دي الواد كان فاكر إن حياته خلصت وإنه هيتقتل، بس الفكرة اللي فضلت في دماغه كانت ده أرحم من اللي كنت فيه. فضل يتوسل للعسكري بكل اللي يقدر عليه، قال له لو سمحت خليني اهرب، مش عايز حاجة، مش هقول لحد عنك، بس ما تودينيش هناك تاني. كان زي اللي بيستجدي اي نقطة رحمة في العالم. العساكر شالوه وركبوه العربية، والواد كان متوقع اي حاجة، بس كل اللي كان بيقوله ساعدوني، لحد ما وصلوا المكان وفتحوا باب العربية ورموه على الارض. الواد كان فاكر خلاص انهم هيرجعوه للمكان اللي كان فيه، بس بدل ما يرجعوه العساكر مشيوا وسابوه.
العساكر دول يمكن ما عرفوش قد ايه الحياة كانت كابوس جوا بيت الإخوة، بس الواضح انهم شافوا ان لو في بني ادم بيهرب بالحالة دي وبيديهم دموعه اكيد اللي جوه مش طبيعي، فقرروا يسيبوه. جونج كان في حالة صعبة جدا، يعني تخيل انه كان بيبكي وهو عاوز يتسلق فوق سياج شائك، لكن هو مش عاوز يرجع وفي نفس الوقت مش قادر يوضح مشاعره. هو حاسس ان الوضع كله غريب عليه، لانه في البداية حس ان الهروب ده حلم، حاسس انه اخيرا حر، بس بعد شوية بدأ يرتبك اكتر لما فكر في ابوه وبدأ يتوتر جدا، مش عارف يعمل ايه، مين هيقدر يساعده؟ هو ما عندوش حد يثق فيه لان الشرطة هما اللي دخلوه المكان ده من البداية. هو مش متعود على الوضع ده علشان من وهو صغير علموه ان في اي خطر لازم تبلغ الشرطة وتطلب مساعدتهم، لكن دلوقتي هو عارف انه مش هيقدر يطلب منهم مساعدة. لو عاوز يخرج ابوه من المكان ده لازم يفضل حي لحد ما يلاقي حل، فقرر يشتغل في مكان غريب شوية، مركز توزيع جرائد. كان بينام هناك، بياكل هناك، كل حياته بقت هناك. لكن في يوم من الايام الشرطه دخلت واعتقلته. ليه بقى؟ لان في جار بلغهم انه شاف شخص غريب ساكن في المكان ده، والشرطه جابت جونج واعتقلته بتهمه التشرد. اللحظه دي كانت صادمه ليه، لانه لما صحي لقى نفسه تاني في المكان اللي كان فيه قبل ما يهرب، وهو ببدله رياضيه زرقاء في نفس السرير الجماعي في دار الاخوه، لدرجه انه قال في نفسه انا عمري ما هخرج من هنا حي. طول الوقت كان نفسه يهرب، بس بعد ما تعرض للتعذيب والهروب اللي ما جابش نتيجة بدأ يفقد الأمل تماما. كل ما كان بيحس بيه هو الألم والضرب، لدرجة انه بدأ يعتقد ان مفيش امل في الهروب. وطبعا زي ما حصل في مسلسل سكواد جيم الموسم الثاني مع الشخصية الرئيسية، ده كان مصير جونج. هو مش لوحده في محنته دي، في شخص تاني كان بيقول انه مع كل ضربة بتيجي عليه خلاص بيحس انه مش هيعيش، وفي النهاية اللي هينتظره هو الموت، مفيش حاجة تانية منتظراه. وفي نفس الوقت ده كان في مشروع حكومي بدأ قبل فترة كبيرة لتوفير أماكن للناس قبل الأولمبياد. كان المفروض إنه يتم بناء مراكز رعاية علشان يستقبلوا الفقراء والمشردين. الحكومة كانت شغالة على الموضوع ده من قبل الأولمبياد، ومع مرور الوقت زاد الاهتمام بالموضوع ده. هان وأخته الكبيرة اللي كانوا في نفس الموقف تقريبا، أبوهم كان بيجيله غيبوبة سكر، وفي يوم من الأيام قرر ياخدهم للشرطة. كان عندهم امل انه يرجع وياخدهم بعد شويه. في الاول كانوا فاكرين انه مكان امن، لكن بعد ما سابهم في المركز ده كل شيء اتغير. هان كان عنده 9 سنين واخته كانت اكبر منه ب3 سنين، يعني عندها 12 سنه. كانوا مستنيين ابوه يرجع، لكن الشرطه مش مهتمه بيهم. في النهايه الشرطه رمتهم في عربيه نقل بدون شبابيك وسابوهم في دار الاخوه زي جونج بالظبط. هان وهو في العربيه قال انا فاكر اني بدات اعيط، كنت بترجاهم يسيبوني اخرج وارجع البيت حتى لو لحظه واحده. بعد شويه بصيت حواليا في العربيه، وهنا بس فهمت اني مش لوحدي، كان في حوالي 5 عيال في نفس سننا قاعدين معايا في العربيه، غير الرجاله الغريبه اللي خطفونا. ومن اللحظه دي حياتي اتغيرت، وبدات رحله العذاب في المكان اللي بيسموه بيت الاخوه. هان زي باقي الاطفال هناك كان لازم يمر بكل الالعاب اللي في حقيقتها طرق تعذيب قاسيه جدا. اي حد بيلبس البدله الزرقاء بيتعرض للعذاب بكل اشكاله، والموضوع مش مقتصر على سن معين، في اطفال عندهم 4 سنين وفي كمان كبار في السن، مفيش حد مستثنى، الكل بيتعذب بنفس الطريقة. والعذاب مش بيقف عند الأنشطة دي، لا، ده حتى أبسط تفاصيل الحياة اليومية هناك محسوبة علشان تخلي اليوم كله عبارة عن معاناة مستمرة. الأكل له مواعيد محددة 2 بس في اليوم، والمشكلة مش في عدد الوجبات، لكن في ان الوقت الاكل كله 30 دقيقة، والمفروض ان 3500 شخص يخلصوا اكلهم في الوقت ده. كل واحد عنده حوالي 3 دقايق ونص بس ياخد اكله، يقعد يبلعه بسرعة ويقوم على الشلل اللي بعده، واللي يتأخر بيتضرب ويتشتم. الاكل مش بس ما فيهوش اي قيمة غذائية، لكنه كله معفن وملوث، واي حاجه بتدخل الجسم بتسبب التسمم. لكن حتى لو حد قدر يستحمل الطعم والريحه، الكميه نفسها قليله جدا لدرجه انها مستحيل تشبع اي شخص. الناس هناك دايما جعانه، دايما مرهقه، ودايما حاسه ان معدتها فاضيه لدرجه انها بتوجعهم. ده مكان اشبه بالجحيم على الارض، حياه محدش يقدر يتخيلها حتى في اسوأ كوابيس. تخيل كده انك محبوس في مكان اشبه بالسجن، لكن ده مش مجرد سجن، ده
مكان بيتعذب فيه البشر ليل نهار، بيتعاملوا زي الحيوانات بل أوسخ كمان. الأكل لو اعتبرناه أكل أصلا فهو عبارة عن قواقع الصنوبر، قشرها بأسنانك كده وتاكل الجزء الأبيض اللي جواها علشان تحس إنك بتاكل حاجة، لكن في الحقيقة معدتك فاضية ومفيش حاجة بتدخل جوه جسمك غير الإحساس بالجوع اللي ما بيرحمش. ولو كنت محظوظ كفاية ممكن تلاقي دودة وتاكلها عادي، ساعتها هتحس إنك واخد وجبة مليانة بروتين، بس دي في الحقيقة مش وجبة، دي محاولة يائسة علشان تفضل عايش يوم زيادة. بس على قد ما الأكل مأساوي مش هو أسوأ حاجة، لا، الأسوأ هو العذاب اللي ملوش آخر، الألم اللي بيملى كل جزء في جسمك. كل واحد هناك جلده عبارة عن جروح مفتوحة، مفيش شخص واحد جلده سليم، كلهم عندهم أمراض جلدية رهيبة، أغلبيتهم عندهم إكزيما حادة، الجلد أحمر ومنتفخ كأن في نبض تحته، تحس إن جلدك بيتنفس لوحده من كتر ما هو ملتهب. والمصيبة إنك حتى مش قادر تغسل نفسك لأن الاستحمام هناك عبارة عن عقاب، المية بتكون متلجة والجلد مصاب، والجلد المصاب ده لازم يتغسل بالملح الخشن. تخيل الألم، تخيل انك بتحط ملح على جرح مفتوح في عز البرد. علشان كده اغلب الناس بتفضل تعيش في الوساخة بدل ما يتعذبوا اكتر. تخيل الألم، تخيل انك بتحط ملح على جرح مفتوح في عز البرد. علشان كده اغلب الناس بتفضل تعيش في الوساخة بدل ما يتعذبوا اكتر. هان واحد من الناس اللي عاشوا هناك بيحكي انهم كانوا بيشاركوا البطاطين مع بعض، والهواء هناك ملوث بريح العفن والدم الصديد، كل ليلة الجروح بتسيل دم وصديد، وكل ده بيتنقل من واحد للتاني من خلال البطاطين. ده حتى النوم هناك عذاب ومفيش راحة حتى بالليل. لما تفتكر انك خلاص بدأت تتعود على الاحساس ده، ومن انواع السيطرة لو سوستة الترنج باظت لازم تلاقي طريقة تقفلها والا العقاب هيكون الموت. تخيل حد بيتضرب لحد ما يموت علشان مش قادر يقفل سوستة الترنج. عدد اللي ماتوا هناك اكتر من 600 شخص، ده بس الرقم المعروف، لكن الحقيقة اضعاف الرقم ده. لو البنطلون وسع ومفيش حزام مصيبة، لازم تلاقي طريقة تثبته والا العقوبة جاهزة. الناس هناك عايشين بدون اي موارد، بس مطلوب منهم يكونوا في قمة النظام والا هيتبهدلوا. ده حتى الاظافر لازم تكون مقصوصة، بس مفيش قصافات كفاية، 5 قصافات بس للمكان كله، فكلهم بيقصوا اظافرهم باسنانهم. وكل ده ليه؟ وليه المكان ده موجود اصلا؟ طب مين اللي بيصرف عليه؟ الحكومة الكورية؟ طب ليه؟ الفلوس مش في العذاب نفسه، العذاب مش بيجيب مكاسب. يبقى السؤال الحقيقي مين المستفيد؟ دي شبكة استغلال ضخمة بتبدأ من لحظة دخول أي شخص يعتبر مشرد أو ضايع بالنسبة لهم. بس المصيبة إن الفلوس دي مش هي المكسب الحقيقي، لا، لأن في حاجة أبشع بتحصل جوه الجحيم ده. من فترة ظهرت قصة غريبة عن المساجين في الصين، إن نسبة كبيرة منهم مش عندهم ضوافر. الموضوع انتشر والناس بدأت تتساءل إزاي بيقطعوها بنفسهم، بتتقصف لوحدها، هل حد بيخلعها بالقوة؟ طيب. وبعد تحقيقات اكتشفوا ان جزء كبير من التوم المقشر اللي بيتباع في امريكا بيتقشر في السجون الصينية. السجناء دول بيتحكم عليهم انهم يقشروا كميات مهولة من التوم حرفيا، والتوم ده في مواد كيميائية مع الوقت بتخلي الضوافر تقع لوحدها. تخيل بقى الألم والمعاناة اللي بيعيشوها علشان ينتجوا الحاجة اللي ناس كتير بتستخدمها يوميا من غير ما تعرف مصدرها. ده حتى الموضوع انتشر في أمريكا، المساجين بينتجوا منتجات قيمتها أكتر من 2 مليار دولار سنويا، وتلتين من المساجين هناك مضطرين يشتغلوا، ومعظمهم في صناعات متعلقة بالأكل والزراعة. السجون والمزارع متشابكين مع بعض بشكل يخلي المساجين يشتغلوا زي العبيد بأجور لا تتعدى 20 سنت في اليوم. أما براذرز هاوس فده مستوى تاني من الجحيم، مش بس بيستلموا فلوس من الحكومة، لا، قرروا يستغلوهم لأقصى درجة. بما إنهم قاعدين من غير شغل يبقى إيه؟ لازم يشتغلوا، بس مش في شغل طبيعي، دول بيشتغلوا في مصانع بتنتج لعب أطفال، أدوات مدرسية، أحذية أطفال. بس الأسوأ من كده إن الأطفال كان بيتحكم عليهم يشتغلوا في مصانع سنانير صيد السمك. تخيل إيدين صغيرة بتشتغل على أدوات حادة جدا زي دي. المكان ده مش مجرد مصنع، ده شبكة ضخمة عبارة عن 60 مبنى، كل مبنى مصنع لوحده، وكلهم شغالين لإنتاج منتجات مختلفة. جوه ساحة الجحيم ده في كنيسة، لكن مش للعبادة، دي للديكور بس. عندهم وحدة طبية لكنها مش للعلاج، لو حد اتعور بيمسكوه ويفتحوا الجرح ويحطوا فيه منح ويفركوه بعنف
عندهم كمان قسم نفسي بس وظيفته انه مجرد سجن داخل السجن. اي حد ينهار عقليا بسبب التعذيب بيرموه هناك، بيحقنوه بالمخدرات 24 ساعة، وهناك بيتعرضوا لأسوأ انواع الانتهاكات من غير اي فرصة للهروب. في شخص كان شغله انه ينظف بعدهم، لكن كان بيسأل نفسه ازاي امسح الدم، ازاي اشيل اثار الجثث اللي بتترمي. وبيحكي انه شاف ناس مقتولة ممددة على الارض وعينيهم مفتوحة وكأنهم متجمدين في لحظة الرعب اللي ماتوا فيها. في ناجي بيقول بص ورا الكنيسة هناك في المكان اللي الحشائش مغطياها، كل يوم كانوا بيحفروا مقابر جديدة، عدد مهول. قدام الحمام العام كانت في محرقة للجثث، كان في راجل عجوز اسمه كيم خدوه على مكان اسمه غرفة الإرشاد السري، لكنها في الحقيقة كانت غرفة تعذيب. هناك كانوا بيضربوا الناس لحد ما يهدوا ويسمعوا الكلام ولحد ما يقتنعوا ان الهروب مش اختيار. كيم دخل الغرفة دي وبعد وقت خرجوا جثته، مات من الضرب، لكن لما سألوهم عن سبب الوفاة قالوا انه مات بسبب مرض. ولو كانت آثار الضرب مش واضحة كانوا بيبيعوا الجثث لمعامل الأبحاث الطبية، ولو محدش اشتراها الحراس كانوا بياخدوها ويرموها في المقابر الجماعية. الناس هناك كانت بتموت من الجوع والضرب، وأعداد الضحايا كانت بتزيد كل يوم من غير ما حد يعرف. الأطفال كانوا بيتجمدوا من البرد لدرجة إن بعضهم رجليهم كانت بتتاكل من البرد وكانوا بيبتروا أطرافهم، لكن بعد البتر كانوا بيرشوا ملح على الجروح وبيسيبوهم يتألموا. بيت الإخوة كان مركز شرعي ومدعوم من الحكومة، لكن مديره كان بيستخدم الدين كغطاء لجمع التبرعات. كان بيقول للناس احنا مؤسسة مسيحية بنساعد المحتاجين، ادعمونا. كانت التبرعات بتوصل من كل مكان في العالم، والأطفال كان نصيبهم شرب زيت معفن. واحد من الضحايا اللي اسمه هان كان طفل عنده 9 سنين وكان محبوس مع أخته الكبيرة. كانت بتحاول تهرب طول الوقت، تمسك ايده وتجري بيه، لكن دايما كانوا بيقبضوا عليهم والمصير كان معروف. كل يوم كان عذاب جديد، وكل مرة أخت هان كانت بتتحمل الضرب والإهانة قدامه بس علشان توصل له، علشان تطمنه، علشان تحاول تحميه. بس العذاب ما كانش بيخلص ولا التعذيب وقفها عن محاولاتها. هان كان بيتكلم عن أخته الكبيرة وقال أختي كانت ذكية جدا وده مش مجرد كلام، الباحثين اللي قابلوا هان وأخته أكدوا كده. لكن اللي يوجع القلب إن أخته كانت الشخص الوحيد اللي علمه كل حاجة. هم أطفال قرية فقر، هان ما كانش بيعرف يكتب ولا يقرأ، وأخته كانت بتعلمه بكل حب وكأنها أمه مش مجرد أخته. هان قال كان صعب جدا نبص لبعض في الجو ده، الخوف كان مالي المكان، بدل ما نكون دعم وسند لبعض بقينا مصدر ألم لبعض. كنت بشوفها وهي بتنهار قدامي وهي بتفقد عقلها واحدة واحدة. الكتاب بيحكي بالتفصيل عن الرعب اللي عاشته أخته، بس هان نفسه كان رافض التفاصيل تكون فاتحة للجرائم البشعة اللي حصلت. لكن اللي معروف إن زملاء أخته في الفصيلة كانوا بيجوله كل فترة ويحكوا له عن أنواع التعذيب اللي تعرضت له بس علشان حاولت تحمي أخوها. هان كان بيشوف أخته وهي بتنهار قدامه يوم بعد يوم. الأول كان عندها أمل، كانت عمالة تقول لازم نهرب، لازم نخرج من هنا، لكن مع الوقت بقت بتكلم الحيطان. كانت مستعدة تعمل أي حاجة، مش فارق معاها حتى الألم، كانت بتاخد ضرب كأنه مش موجود. كل اللي كان يهمها تحمي أخوها. كل ما هام يتضرب في الساحة كانت تجري عليه وتغطيه بجسمها، لكن في الاخر كانوا الاتنين بيتبهدلوا اكتر، واللي حصل لها ما ينفعش يتحكي. هان قال انا عشت وشفت اختي وهي بتضيع مني، لو كانت بعيدة عني يمكن كنت نسيت وجودها اصلا، لكن علشان كانت جنبي كل المدة دي 3 سنين ونص شفت كل حاجة وعمري ما هنسى. في 1986 قبضوا على مجرمين دار الايتام وما لقوش غير 100,000 عملة في الخزنة وتم مصادرتها. في يناير 1987 تم القبض على بارك أنجين بتهمة الاختلاس والحبس الغير قانوني، ولكن بعد فترة قليلة خرج من تهمة الحبس الغير قانوني والناس اشتكت للحكومة ولكن بلا جدوى. وفي أوائل الثمانينات الحكومة الكورية هنأت السيد بارك لمساهمته في مركز رعاية الإخوة وحصل على ميداليتين وتم تعيينه كعضو استشاري للرعاية الاجتماعية. عمدة بوسان نفسه كان ضد حبس بارك. أما عن اتهامات الاختلاس المدعي العام قال إن دار الأيتام في خلال 2 سنين جالها دعم مادي من الحكومة 11 مليون دولار بالإضافة لأجور العمال اللي كانوا بيختلسوها، يعني لو جمعت الفلوس دي كلها هتتعدى مليارات الدولارات، وكل ده تم اختلاسه من السيد بارك.
واتحكم عليه بسنتين ونص في السجن. وفي 1989 تم إطلاق سراح بارك آن جين، وبالرغم من ملفه الإجرامي قدر يقنع السلطات الأسترالية وأخذ فعلا تأشيرة دخول. في 1990 حصل ليم سونغ وبارك على الإقامة الدايمة وعملوا كنيسة هناك. بعدها ليم يونغ سون بقى مدير مركز رعاية الإخوة سيء السمعة، والتحق بالكنيسة الكورية وبقى شخصية بارزة محترمة ونزلت صوره في المجلات. في 1995 بنى بارك هو وعيلته شركته الخاصة اللي بلغت قيمتها 1.4 مليون دولار، واشتروا ملاعب جولف ضخمة في أستراليا، وده كله من إراقة الدماء. وفضلت الثروة تزيد يوم بعد يوم لدرجة إن بارك اشترى يخت ب35,000 دولار. وفي 2013 بارك بيجدد جرايمه مرة تانية ببوسان هو وابنه بارك تشيون جوان، وكانت بتهمة اختلاس الأموال من مركز رعاية اجتماعية مهجور، واتسجن ابنه 3 سنين. في 2012 جونغ سيون هان عمل احتجاج قدام مجلس الأمة وألف كتاب بيحكي تجربته في مركز رعاية الإخوة، ومن بعدها قرر كل الضحايا يقفوا قدام مجلس الأمة وحلقوا شعرهم وبدأوا احتجاج على اللي حصل معاهم. وأخيرا في 2018 المدعي العام السابق مون مو إل اعتذر بدموعه للضحايا. في مايو 2021 لجنة الحقيقة والمصالحة في جمهورية كوريا بدأوا التحقيق لمدة 4 سنين في قضية مركز رعاية الإخوة. في 2016 لحظة موت بارك آن جين طالبوا باستجواب عيلته كلها ومصادرة كل ممتلكاته. الناجي الوحيد كان ليم يونغ سون. كل الضحايا طالبوا بمعاقبته زيه زي بارك آن جين. ولما حاولت قناة الجزيرة تعمل لقاء صحفي مع بنت بارك آن جين اللي اسمها جي هاي رفضت، وكذلك ليم سونغ رفض برضه انه يتكلم. الضحايا بيموتوا يوم بعد يوم بسبب الألم النفسي والجسدي اللي عاشوه، ومنهم اللي انتحر من العار اللي حاسس بيه زي اخو تشوي. صحيح في فرق كبير قوي بين لعبة الحبار ومبنى رعاية الإخوة، وده بيبان في موضوع الإرادة والاختيار. يعني في لعبة الحبار الناس بتشارك المسابقة عندهم شوية حرية انهم يختاروا اذا كانوا عايزين يلعبوا ولا لا، حتى لو الظروف بتضغط عليهم وبتخلي القرار ده صعب. صحيح اغلبهم ما قرروش ينسحبوا، لكن الفكرة ان كان عندهم فرصة صغيرة يظهروا فيها ان عندهم إرادة. بس المشكلة ان المنظمين بتوع اللعبة كانوا عارفين كويس ان الفلوس اللي هياخدوها هتضغي على ارادتهم وتخلي القرار مش نابع من اختيار حر. والاسوأ بقى ان قيمة الجايزة كانت بتزيد كل ما عدد اللاعبين يقل، وده اللي كان بيشجع على منافسة مرعبة وكل واحد بيحاول يخلص على التاني. اما بقى ببيت الاخوة الوضع كان افظع بكتير. الناس اللي كانوا محبوسين هناك ما كانش عندهم اي فرصة انهم يختاروا. الموضوع ما كانش فيه لعب خالص. بيت الإخوة كان زي معسكر اعتقال، حوالي 40,000 شخص اتحبسوا هناك بموجب قوانين ضد التشرد، لا محاكمة ولا إجراءات قانونية ولا حتى فرصة للدفاع عن نفسهم. الشرطة كانت متواطئة مع الناس اللي بيشغلوا المكان ده، وكانوا بيجمعوا الأطفال والكبار حتى اللي مش مشردين بس لأنهم كانوا في مكان غلط في وقت غلط. اللي حصل ده كان في وقت الدولة الكورية كانت بتسلم رعاية الفئات الضعيفة زي الأيتام ومرضى الصحة النفسية لمؤسسات بتقول إنها بتقدم رعاية اجتماعية. والدولة كمان كانت عايزة تنظف المجتمع من الناس اللي شايفاهم غير مرغوب فيهم علشان توري للعالم إزاي كوريا بقت دولة جديدة ومتطورة وتستحق إنها تستضيف أحداث رياضية كبيرة زي ألعاب آسيا سنة 1986 وأولمبياد صيف 1988. تخيل إن سور المبنى ده 9 متر، مستحيل تعرف تهرب، والمفاجأة إن في سور تاني أطول منه على مسافة بعيد، فلو هربت حتى من كل ده أنت مش عارف أنت فين واتجاه بوصلتك لفين. الحراس في كل مكان والعقاب بالضرب والتعذيب بيرعب اي حد ممكن يفكر يهرب. مكان حرفيا صعب، بتبدأ مراسمه من اول ما تلبس التيشيرت الرياضي الموحد وتحلق شعرك وتتعرض لأشعة الشمس. كمان بيتم تلقين الناس انهم يتخلوا عن عقليتهم الفاسدة وانه هيبقى انسان جديد. وفجأة وهم واقفين واحد من المحتجزين دول جري علشان يهرب والحارس بيقول له ينزل، ولما جه ينط المبنى تاني وقع على الارض وراسه انفجر. انت متخيل
لدرجة ان واحد من الاطفال لما حكى قال انه ما كانش متخيل ان صوت انفجار الراس لما تنزل على الارض عالي كده والحارس بيرميه بعيد وكأن مفيش حاجة، ده حتى مفيش صراخ ولا حد بيعيط ولا في اي مشاعر. بقى طبيعي بالنسبة لهم لان ده بيحصل كل ساعة. كان لازم نعمل الفيديو ده خصوصا مع اقتراب الالعاب الاولمبية في لوس انجلوس 2028 لان كل الاحداث دي حصلت في امريكا قبل كده ولكن بشكل اصغر. لا نوجه اي اتهام للدول ولكن فقط بنسرد احداث. لو فكرت شوية هتلاقي ان في تشابه غريب ما بين مسلسل لعبة الحبار والكارثة اللي كانت بتحصل في براذرز هاوس بيت الاخوة. الاتنين تقريبا أنظمة مفهولة على اللي فيها، مفيش حرية بجد وكل حاجة متصممة علشان تسيطر على اللي جوه وتلعب في ديناميكيات الحروب. يعني علشان تعيش في النظام ده أو ده لازم تلعب على قواعدهم، تحترم اللي في السلطة وتلتزم بقوانينهم الحديدية. لعبة الحبار المسابقة مش بس عن البقاء، لا ده الموضوع بيقلب لعب نفسي على مستوى عالي جدا. في لحظة تلاقي نفسك مجبر تعمل تحالفات مع ناس علشان تكمل وتعيش، وبعدها بدقيقة تلاقي ان بقائك بيحتاج انك تفون اللي انت كنت لسه متحالف معاه. اللعبة دي بتعمل دراما من اللي قلبك يعجز يستحملها، بتخليك تسأل نفسك أسئلة أخلاقية زي هل أنا ممكن أعمل كده؟ وبتحبسك في توتر نفسي رهيب. وطبعا مش هننسى إن العنف اللي بيتعرض في المسلسل مش مجرد إضافة، لا ده عنف متعمد وجزء من القصة. طريقة عرض العنف دي مش بس بتشد المشاهد، دي كمان بتحرك الأحداث وتوريك لحد فين الإنسان ممكن يوصل في ظروف قاسية بالشكل ده. وعشان كده سكواد جيم كانت عبارة عن بوابة تقدر تعرف الزوايا المظلمة لتاريخ البشرية والمجتمع زي الاستغلال وعدم المساواة وتكلفة البقاء. وعشان كده سكواد جيم عبارة عن مراية الماضي والحاضر، وده بيحطنا قدام سؤال صعب: قد ايه العالم ده خيال؟ وايه هو الواقع اللي اخترنا تجاهله؟ لحد هنا بيكون انتهى الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. قبل ما انهي لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنساش اللايك والشير والكومنت على الفيديو. اشوف وشكم على خير.